يا أهلا وسهلا بالحلوين، وحشتوني كتير. اللي ما يعرفنيش أنا فاطمة ودي قناة أفكار. جايين النهاردة بأفكار خطيرة جدا هتسهل علينا الوقفة بتاعة المطبخ في رمضان. فتابعوا معايا لآخر الفيديو، متأكدة انك هتستفادي بفكرة أو فكرتين. يلا نبدأ بقى. أول حاجة هتجيبي ورقة وقلم كده معايا يا ست الكل، وهتكتبي فيها المنيو بتاع رمضان الفطار، وورقة كمان هتكتبي معاها المنيو بتاع السحور. فاحنا هنشوف كده ايه هنكتبه ايه الوجبات اللي احنا بنحبها. إيه اكتبي بقى 30 وجبة، وكل يوم كده تشوفي انتي هتختاري وجبة ايه النهاردة. انا هعمل كذا هعمل كذا، بدل حيرة كل يوم بتاعت انا هفطر ايه، انا هتسحر ايه، انا هعمل اكل ايه. بجد بتبقى حيرة متعبة جدا. فالفكرة ديت حلوة قوي انك تكتبيهم في ورقة، وكل يوم تعلمي علامة صح، انا عملت دوت خلاص بقى هعمل كده. الفكرة اللي بعد كده، كلنا طبعا بنعمل سلطة او عصير او اللي هو المقبلات، يعني بلح بلبن الحاجات دي. دايما اول ما تصحي من النوم اعمليها. والسلطة احفظيها في علبة تلاجة، بجد مش هيجرالها حاجة، وتبليها قبل الفطار على طول. هتقللي الوقت وهتقللي يعني اللي هو التوتر بتاع قبل الفطار دوت. يا لهوي انا ما عملتش العصير، يا لهوي انا ما عملتش السلطة، الحاجات دي. فاعتمدي الحاجة دي اول ما تصحي من النوم، اعملي المقبلات وهتدعيلي. الفكرة اللي بعد كده، الركن بتاع الصلاة دايما كده حطي فيه مخدة، حطي عليها المصحف بتاعك والسبحة. ودايما دايما بعد كل صلاة اقرأي جزء مثلا، او اقرأي يعني الورد بتاعك وسبحي كده. بجد الفكرة دي حلوة قوي واعتمديها. الفكرة اللي بعد كده، شايفين البوتاجاز؟ يعني حالته حالة. ليه بقى؟ بعد كل يعني بعد ما تخلصي الاكل خالص، ساعات كتير ما بنكونش قادرين نعمل اي حاجة، او لسه مثلا جايلك ضيوف او اي حاجة وشكل البوتاجاز بيبقى اتبهدل، مفيش وقت ان احنا ننضفه. هنعمل ايه بقى؟ البوكس دوت زي ما انتوا شايفين كده بيبقى فيه قصاقيص. اي قماش عندك قصيه واعملي بوكس كده. ودايما بصوا امسحوا الحاجات وحتى الحوامل، بجد بيبقى تحفة حرفيا. اعتمدي الفكرة دي، جيبي بوكس او علبة تلاجة او اي حاجة عندك، وحطي فيها قصاقيس القماش، ما ترميهاش، اعمليها ممسحة بقى للرخامة للبوتاجاز الحاجات دي. الفكرة بقى بتاعتنا، جيبي كيس كده، اي كيس متين عندك، وشاكوش او مدق التوم، آه، او اي حاجة تدقي بيها، وهنحط البلح فيها. نحط الكمية بقى اللي انت عاوزاها. انا بحب اعمل البلح كده على اول رمضان افصفصه كله، وبعدين بقى خلاص بقى اللي هو ارتحت بقى طول رمضان، يعني اللي هو خلاص بقى نفصفص كمية وخلاص. آه وبس اهم حاجة تخلي بالك من النوى، لان ساعات كتير بتلاقي النوى تاه منك او كده، فخلي بالك. وبس كده، اعتمدي قوي الفكرة دي، بجد حلوة قوي وبالذات في رمضان، وهتسهل عليكي رمضان كله. الفكرة اللي بعد كده، كلنا طبعا عندنا ظهر البوتاجاز بيبقى في رمضان بقى هيتبهدل من الزيوت، القطايف، المقليات، الحاجات دي. فدايما حطي يا اما ستيكر زي ما انا حاطه كده، يا اما تجيبي الاسترتش رول دوت وتلزقيه على ظهر البوتاجاز، بجد هيبقى حلو قوي. واخر رمضان شيليهم خالص، والظهر بتاعه هيحتاج بقى ايه غسلة بسيطة خالص كده، مش هتكلفك اي حاجة. بصوا زي ما انا حطيته كده، بجد تحفة. اعتمدي الفكرة ديت وحلوة جدا. الفكرة اللي بعد كده، كلنا طبعا بيبقى عندنا بواقي اكل كل يوم كده، فتجيبي علب التلاجة وتقومي حاطة فيها، حاطة البواقي الاكل كده، وتقومي حطاها في التلاجة. وخصصي يوم لبواقي الاكل، لو مثلا يوم التلات مثلا انا هطلع كل بواقي الاكل اللي في التلاجة وناكلها، يعني عشان ما نرميش اكل ويبقى حرام علينا. دايما كده حطي في المطبخ كرسي زي ما انت شايفة كده، عليه السبحة وعليه المصحف بتاعك، طول ما انت فاضية في المطبخ او الاكل بيستوي اقرأي فيهم او سبحي. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وسلام.